اهلا بيكم في حلقه جديده من اضطراب في كبسوله. حلقتنا النهارده بعنوان ورا كل سلوك حكايه اثار الصحه النفسيه سواء مع الاطفال او الكبار. حلقتنا النهارده مع دكتور احمد سمير، هنتكلم النهارده عن الاضطرابات النفسيه. دكتور احمد سمير، ازي حضرتك؟ ازيك يا ابو حميد، عامل ايه؟ الحمد لله. النهارده عايزين نتكلم عن الاضطرابات النفسيه سواء الكبار او الصغار. في البدايه كده دكتور احمد، في ناس كتير ما بتاخدش الموضوع بجديه لما حد مثلا يقول لها انا تعبان نفسيا. ممكن مثلا تشرح لنا يعني ايه اصلا اضطراب نفسي؟ الاضطراب النفسي عادة احنا للاسف الشديد ثقافة الشعوب بتاعتنا شايفة ان فكرة الاضطراب النفسي ان مفيش حاجة اسمها اضطراب نفسي، ان اي حد بيشتكي من قلق نفسي او من ضغوط نفسية ده هو كده بيتدلع. لكن تعالى نتفق على حاجة. هل انت النهارده لو عندك عربية، العربية دي تنفع تمشي من غير البنزين؟ هل البني ادم بوضعه الطبيعي ممكن يمشي من غير الروح اللي جواه؟ الروح هي المسؤولة عن الحالة النفسية للبني آدم. الحالة النفسية للبني آدم بتستهلك على مدار اليوم من مشاكل وضغوط وتفاصيل وأفكار ومواقف مضادة ورياكشنات بتحصل من الناس وإحباطات وفشل وخذلان وتفاصيل كتيرة جدا. اعتبر إن كل موقف بتمر بيه بيسيب بقعة سودة في صفحة الصحة النفسية بتاعتك، لغايه ما بتوصل للحظه ان الصفحه بتتملى، فبتبدا تتنقل من مجال العادات اليوميه لفكره الاضطراب النفسي. الاضطراب النفسي هو اختلال المعادله النفسيه لشخصيه الانسان من كتر ما تعرض لضغوط تفوق قدراته النفسيه، بتوصل البني ادم في ساعتها انه يبقى مش في حاله طبيعيه لا في افعاله ولا في ردود افعاله تجاه الناس او تجاه المواقف المختلفه. تمام. طب ايه الفرق بين الواحد يكون مضغوط اللي هو الضغط اللي هو اليومي العادي بتاعه، وان هو مثلا عنده اكتئاب او مثلا اضطراب القلق؟ تعال الاول نتفق على حاجه واحده، على ان احنا الايقاع اليومي لحياه البني ادم هو المؤثر على صحته النفسيه. بمعنى ان بره في الدول المتقدمه بيبقى فكره الويك اند حاضره بالنسبه لهم، ان دايما هو مرتبط بان عنده الويك اند او يوم الجمعه والسبت او فكره الاجازه الاسبوعيه دي فتره للفصلان بس. عمليه الريفرشمنت او استعاده الصحه النفسيه دي بتتم عن طريق مجموعه خطوات لازم تحافظ عليها في يومك: الصلاه، قرايه القران، قربك من ربنا، معتقداتك النفسيه في ان اللي جاي دايما احسن مهما كانت حجم الخساره. على مدار الاسبوع في الويك اند بتاعك ازاي بتفصل فيه عن الضغوط والمشاكل اللي انت بتمر بيها. على مدار الشهر بتاعك ممارسه العبادات اللي انت بتشتغل عليها. على مدار السنه شهر زي شهر رمضان اللي انت بتقوم فيه ربنا حطه لينا لفلتره الصحه النفسيه. عارف المشكله الاساسيه في ايه؟ ان انت وانت بتتعامل مع الفكره دي، التطوير الطبيعي ان انت لما بتنفذ يومك بشكل سليم عمرك ما هتوصل لحاله اضطراب نفسي. لكن عدم مزاولتك للحاجات اللي انت بتحبها، عدم مزاولتك للضغوط اللي انت بتمر بيها، مع زياده الضغوط بشكل يومي بتبدا تخلي حتى ردود افعالك العاديه، مش ساعات مثلا نبقى عندنا الحد ده تلاقيه تنرفز من غير سبب، تلاقيه رد فعله حاد جدا على موقف عادي جدا. ده اللي بيدل على انه في بدايه الاضطراب النفسي. دايما حالات الاضطراب النفسي بتبقى عمليه ضغوط تراكمت على البني ادم نتيجه العوامل اللي قلنا عليها، ووصلتنا في النهايه ان البني ادم نفسه اتحط تحت ضغط وصله لحاله عدم اتزان نفسي، فبقت قدرته على دايره القرار ورد الفعل تجاه الناس بتقل. بتتطور شويه ان البني ادم نفسه يبدا يخش في دور قلق، انه بيبدا يبقى قلقان من كل الدوافع والضغوط اللي حواليه. بتبدا تتطور اكتر انها توصل لمحطه الاكتئاب، فبالتالي البني ادم بيبدا يعتزل الناس في لحظه من اللحظات، ويبدا ما يبقاش عايز لا يتكلم ولا يتفاعل ولا عايز حاجه. بنبدا نتنقل للقطه اهم جدا. كل خطوه من دول يا احمد مع فكره عدم العلاج او عدم تطوير اليوم بنبدا نتنقل بقى من فكره المرض النفسي لفكره المرض العقلي، ان البني ادم بيبدا يحصل اختلال في وظائف المخ، فبنبدا نتنقل لمشكله اكبر. يبقى اذا المسؤول عن ازمه تطوير الضغوط اليوميه يحولها لازمه نفسيه هو عدم تعامل البني ادم بشكل سليم مع ايقاع يومه العادي وممارسه الحاجات اللي ممكن تفصله زي المشي والمزيكا والصلاه وبقيه الحاجات التانيه. طب هي الاضطرابات النفسيه بشكل عموما ممكن تصيب اي حد، ولا في ناس معينه معرضه اكتر ان هي تتصاب لده؟ انا عايز اقول لك ان يعني احدى من الدراسات الحقيقيه اللي انا سمعتها بتقول ان الطفل في بطن والدته ممكن يتعرض لحالات اضطراب نفسي نتيجه تعرض الام نفسها لحالات الاضطراب النفسي، وان عرضه الاطفال لضغوط نفسيه نتيجه وجود الام الحامل بيرقى لفكره الراجل الكبير البالغ اللي زيه زيك. لكن تعالى نتفق الاول ان من اول الجنين في بطن الام لغايه اي محتوى عمري معين، تمام، ممكن يتعرض لازمه نفسيه او ممكن يتطور لاضطراب نفسي. لكن الناس الاكثر عرضه للتعرض للازمات النفسيه هي الناس اللي ما عندهاش ثقه في نفسها،
هي الناس اللي علاقتها بربنا مش قليله، هي الناس اللي حياتها ما فيهاش تغيير او ما بتمارسش عمليه التجديد في حياتها، فبتعيش حياتها بشكل روتين يومي بيحطها دايما تحت وطأة الضغط. يعني ابسط المثال، افضل حكايه اقدر احكي لك عليها هنا، هي جالنا حاله في المركز طفل سنه 11 سنه، لما عملنا له مقياس الضغط النفسي، مقياس القلق، طلع المقياس كامل واخد حد يتعدى الجيد جدا. فبدانا ننقله لمقياس الاكتئاب، فوصلنا في لحظه معينه ان الولد اللي سنه 11 سنه بينطبق عليه من المعاملات ال11 بتوع مقياس الاكتئاب 8، وده رقم كبير لا يرقى الطفل صغير. لما بدانا نتواصل مع ولي الامر اكتشفنا حاجه ظريفه جدا، ان بابا وماما محولين الطفل اللي سنه 11 سنه لآلة مذاكره وبس، ملوش في الحياه غير فكره انه يقوم من النوم، يصحى، يذاكر، يروح الدرس او المدرسه ويرجع، ينام او يذاكر او يحل واجب عشان يقوم في الدائره المغلقه دي. يبقى اذا اليوم اللي ما فيهوش تجديد لطفل سنه 11 سنه وصله لازمه الروتين نفسيه. بيقتل يعني. بالظبط كده. طب احنا في مجتمعنا ليه الناس بتخاف ان هي تقول مثلا انا محتاج دكتور نفسي او اخصائي نفسي، زي كأنه ده وصمه عار لي؟ والله هي نعتبرها ثقافه متخلفه شويه، لان ما زالت الناس هنا في مصر بتعتبر الدكتور النفسي هو دكتور مجانين، عباسيه يعني. تمام. لكن الاخصائي النفسي او الدكتور النفسي هو بس في توضيح بسيط، يمكن الناس لو هتفهم اللي احنا هنقوله ده هتفسر لهم الحدوته. ايه الفرق بين المرض الذهاني والمرض العصابي؟ الفكره كلها ان انواع المرض نوعين، مرض بيصيب النفس البشريه وده يتم التعامل فيه عن طريق اخصائي الصحه النفسيه. طبيعه الامراض اللي ممكن نتعامل بيها هي طبيعه القلق، الاكتئاب، الوسواس، الافكار اللي بتقوم على ازمه نفسيه يتم التعامل بيها عن طريق اخصائي نفسي. لما بيتم الاهمال بتاعتها بتتطور لمرض عقلي، ان المخ نتيجه الضغوط دي بيفشل لاداء وظائفه بشكل بسيط، فبيبدا يعمل خلل في وظائف المخ، فبالتالي بنتنقل من ان احنا عايزين اخصائي نفسي لان احنا ساعتها بقى نروح لدكتور مخ واعصاب عشان يتعامل كيميكال مع الحاله اللي احنا بنتكلم فيها. لو الناس فهمت ان المرض النفسي مع ضغوط الحياه بقى جزء من الحياه اليوميه، وانه ما فيهوش عيب ان انا ابدا لما احس ان انا عندي مشكله ابدا اتواصل مع اخصائي نفسي، الاخصائي ده يبدا يتعامل معايا، لو هي ازمه نفسيه مش هتتحول لاضطراب نفسي، ولما لو انا اتعاملت مع اضطراب نفسي مش هتتحول لنوبات اكتئاب شديده، ولو انا اتعاملت مع نوبات الاكتئاب مش هتتحول للمرض العقلي. يبقى اذا الاهمال والخوف من مجرد كلام الناس لاي كلام ممكن يوصلني في النهايه لضرر بالغ انا ما اعرفش اتعامل معاه. طب بالنسبه للاضطرابات بتاعه الاطفال وتاخر الكلام وكده، تاخر الكلام بقى عند الاطفال بقى مشكله ناس كتير بتشتكي منها، امتى اقول ان تاخر الاطفال عند طفل معين دي مشكله، وامتى نقول ده امر عادي ومع الوقت ممكن يتعدل؟ تعالى نتفق على ان الطفل بيبدا يتواصل مع المجتمع اللي حواليه بعد مرور 40 يوم بشكل متصل، بيتصل سمعيا الاول وبعدين بيتصل بصريا وبعدين بيتصل لغويا لغايه ما الطفل بيوصل سن 10 شهور بيبدا مرحله التواصل اللغوي. مع وصول الطفل لسن 10 شهور بيبقى فيه دور على ولي الامر اب او ام بعمليه التواصل اللغوي، ان هو يوريه العوامل اللي حواليه ويعرفه على العناصر المرئيه اللي قدامه. المفروض ان الاب والام يبداوا يعملوا ده سواء عن طريق بقى الكروت، سواء عن طريق التكرار، سواء عن طريق الكلام، سواء عن طريق العلامات المباشره، ان هو يعرفه ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. المفروض ان احنا ولي الامر بيقوم بالدور ده لغايه وصول الطفل لسن 3 سنين. مع وصول الطفل ل3 سنين مفترض ان هو بيقدر يبني حوار بشكل واضح، في نفس الوقت بيقدر يعمل عمليه وصفيه لكل المعاملات اللي حواليه. وبناء على ده لو الطفل وصل سن 3 سنين ما قدرش ينفذ العوامل دي، انا بنصح كل اب وكل ام ان هم يبداوا مرحله العلاج فورا، لان كل ما كان الطفل صغير كل ما كانت امكانيات التعديل اسهل واسرع. طب هي الموبايلات والشاشات ليها دور مهم او ليها دور كبير في مشكله تاخر الكلام؟ انا عايز اقول ان الموبايلات والشاشات الثابته بشكل عام هي حرام العصر، بتسرق العمر، بتسرق التركيز، بتسرق ثقافه الطفل، بتوصل الطفل في لحظه ان هو ما بيتعلمش لا من الاب ولا من الام ولا من التعليم ولا من البيئه، بيتعلم من الموبايل، بيبقى تركيزه وحياته ودنيته كلها مع الموبايل. بيضر الموبايل بقى او الشاشه الثابته بتضر الطفل في ايه؟ مشكله كبيره في التركيز، مشكله كبيره في تاخر النطق، مشكله سلوكيه كبيره ان الطفل بيتوحد مع التاب دي. طب احنا في مصطلح تعديل السلوك في الاواخر بقى منتشر جدا، بقى كل الناس يقول لك انا عايز اوديها تعديل سلوك تعديل سلوك، يعني ايه اصلا تعديل سلوك؟ تعال نقول ان السلوك هو قدره اي بني ادم في الدنيا على انه يتصرف في المواقف المختلفه. المفروض الطبيعي ان لغايه وقت قصير فات كان اي ولي امر ابنه بيمارس سلوك مش كويس او سلوك هو شايف ان هو مش متوازن مع طبيعه الموقف، بيبدا يلجا لحد يعدل له السلوك ده، فيحمل المسؤوليه كلها على مين؟ على الطفل. لكن مع ظهور
التطوير في عمليات الثيرابي او تعديل السلوك اللي احنا بنشتغل عليها، وصلنا حاجه حقيقه مهمه، ان الطفل في الاول وفي الاخر هو رد فعل لفعل ولي الامر. ان كل سلوك الطفل بيمر بيه هو سلوك اتعلمه او اكتسبه من البيئه اللي حواليه، وبالتالي تعديل السلوك عشان ينجح في التعامل مع الطفل، عشان نوصل لنتائج فعاله، لازم يحصل بالتوازي تعديل لسلوك الطفل ومتابعه مع ولي الامر عشان نوصل لنتيجه اسرع وافضل. طب ايه اكتر المشاكل اللي حضرتك مثلا شايفها بتواجهها او مثلا بتشوفها في الاطفال، وازاي ان يتم التعامل معاها؟ اكتر مشكله يمكن دارجه في كل الاسر المصريه دلوقتي هي مشكله عند الاطفال. عند الاطفال بيجي منين؟ ان الطفل في سن صغير من بعد وهو رضيع بيبدا يعبر عن نفسه بفكره العياط، انه يعيط عشان ينبه مامته للاوردر اللي هو عايزه. لما الطفل بيوصل سن 3 4 سنين بيستخدم نفس الوسيله مع الاب والام، وسيله للضغط عشان يوصل للي هو عايزه، فيبدا الاب والام يلبوا له رغباته عشان يبطلوا يعيط. تلبيه الرغبات بشكل متكرر بيخلي الطفل يوصل للحظه انه عارف ان وسيله الضغط هي العياط. لما بيكبر لسن 7 8 سنين بيعرف ان الضغط بيوصله اللي هو عايزه. طب لو ما جابش بيوصله حاجه اسمها نوبات الغضب. نوبات الغضب دي انه بيبدا مش يخرج بقى بره اطار العياط، لا بيبدا يكسر ويهبل ويرزع ويشيل حاجه ويرميها وكده. طب احنا لو بنتعامل مع الفكره دي ازاي نتعامل معاها؟ ان انا لازم لما اتعامل مع الطفل احل الاول مشكله عامل الضغط اللي هو عامله لي ده، في ان انا اصلا اتجاهل التصرف وما البيش الطلب لغايه ما الولد يتعود ان كل حاجه قابله للتنفيذ وعدم التنفيذ. بمعنى ان كل 3 طلبات للطفل البي واحد واتجاهل واحد وانفذ واحد. طب الضغط في التربيه او الاسلوب اللي هو العنيف، هل ممكن مثلا يولد أو مشكله للطفل مع مثلا لما يكبر يبقى عنده مشكله نفسيه؟ العنف يولد العنف، والعنف يولد قله الثقه ويولد انهيار النفسيه. انت كنت بتتكلم من شويه على فكره الازمه النفسيه اللي بتوصلنا بعد كده للاضطراب النفسي. الضغط على الاطفال في سن صغير ما بتخليهوش يعيش سنه، فبتاثر عليه دلوقتي وبتوصله للمراحل العمريه اللي بعدها انه ما عادش سنه، فاتنقل بمشاكل نفسيه. طب الاضطراب بتاعت الكبار والاكتر الاضطرابات اللي هي منتشره بكده في الكبار، ايه اكتر الاضطرابات النفسيه منتشره بقى؟ اكبر اضطراب منتشر بالنسبه لغالبيه الناس هو القلق والاكتئاب. تعال نتفق على ان الصحه النفسيه المضطربه للبني ادم بتنقله لازمه نفسيه. الازمه النفسيه مع سوء التعامل بتنقله لحاجه اسمها مرض القلق، ان البني ادم بيبقى قلقان من كل التفاصيل، من كل اللي حواليه، من فكره المواجهه، من فكره القرار، من فكره انه يعيش. مع عدم التعامل مع نظريه القلق بنتنقل للمحطه اللي بعدها اللي هي الاكتئاب، وغالبيه الناس مصابه بمرض الاكتئاب. طب لو في مثلا شخص قريب مننا مثلا وبيعاني من اضطراب نفسي، ازاي اقدر اتعامل معاه بدون ما احسسه بضغط او مثلا يحس ان انا مثلا يبقى خايف من التعامل معاه او محروق في التعامل معاه؟ اولا الاضطراب النفسي ما هوش مرض يعيب صاحبه. احنا كلنا مع ضغوط الحياه اليوميه ممكن نصاب بالفكره دي، وبالتالي التعامل مع امراض الاضطراب النفسي لازم يتم الاول باحتواء الشخص ده، ان احنا الاول نكسب ثقته، ان هو لما يجي يتكلم معانا ما يبقاش قلقان انه يعبر عن نفسه. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان انا لما هو يستريح لي فهيبدا يتكلم، ابدا اتعامل مع كل اللي هو هيقوله بنظريه احترام، سواء اذا كان اللي عمله صح او غلط، فيبدا يتكلم. في نفس الوقت انا لما اجي اتعامل مع مريض نفسي لازم مش انا اللي اقدم له الحلول، لازم انا اساعده ان هو اللي ياخد الحلول بنفسه عشان هو اللي يقدر ينفذ. طب والاضطرابات النفسيه بتاثر طبعا على الاسره والعمل، هل الشخص اللي بيعاني من اضطرابات نفسيه ممكن ياثر على اسرته واولاده وحياته؟ اكيد طبعا. خد بالك من حاجه مهمه، لو تفتكر اول اللقاء خالص انا قلت لك ان المرض النفسي عامل زي البنزين بالنسبه للعربيه. انت لو مالكش نفس انك تتعامل مع الناس مش هتقوم من السرير. لو ما عندكش القدره النفسيه انك تتعامل مع الناس مش هتعرف تبدع في شغلك، مش هتعرف تربي ولادك، مش هتعرف تتعامل مع الضغوط المختلفه. اثر الامراض النفسيه بتاثر نفسيا وسلوكيا واجتماعيا على البني ادم في اسرته وفي البيئه المحيطه. طب ازاي مشاكل الطفوله او مثلا التربيه الغلط بتاثر على الشخص لما بيكبر؟ تعالى نتفق ان كل تصرف انساني او سلوك انساني قيمته ان هو بيتعاش في سنه. ان الطفل في سن صغير بيرضع، لما بيكبر شويه بيروح حضانه، لما بيعيش سن المراهقه، وبعدين بيبقى راجل. لما كل مرحله من دول ما تاخدش حقها البني ادم بيتنقل بالعوارض بتاعته للمعدل العمري اللي بعده. وبالتالي ساعات من اشهر الحاجات ان بنلاقي الرجاله او الستات مثلا في سن ال 30 او ال 40 عايش حاجه اسمها المراهقه المتاخره، ان هو ما عاش سن المراهقه بتاعه فبدا يعيش المراهقه المتاخره اللي بيطلع على التيك توك دلوقتي والحاجات اللي بالظبط بتطلع على التيك توك. بالظبط. طب الاشخاص مثلا او لو الطفل مثلا بيتعرض للتنمر، ازاي كاهل يبداوا يتعاملوا مع الطفل دوت ومثلا ويحاولوا يتجنبوا الفكره بحيث ان هو ما يتاثرش نفسيا ويساعدوه ان هو يتعدى او يتعامل مع الموقف ده؟ جمله واحده بس، ان احنا نفهم الطفل ان هو ربنا مدي لكل بني ادم ميزات له هو لوحده.
مهما سمع من كلام، هو خلقه ربنا، ربنا خلقه لتعمير الدنيا، هو احسن واحد في الدنيا، هو ربنا مديله نقطه تميز، لازم يسعى ان هو يطورها. طب لو مثلا الاشخاص اللي هم عندهم مثلا بيعاني من اضطرابات نفسيه، هل ممكن في فرصه ان هم يشتغلوا ويعيشوا حياتهم لو التزموا بالعلاج؟ انا عايز اقول لك ان غالبيه الناس اللي عندها امراض نفسيه بتمارس وتعيش حياتها زي الناس العاديه واكتر. بس هي المشكله كلها ان علاج المرض النفسي قرار من صاحبه نفسه. لو خد القرار والتزم بالخطه العلاجيه، كل خطوه هيخطيها هيبقى نفسيا احسن وقدره على تحمل الضغوط اكتر. في الجزء ده بقى عايزين نتكلم عن نصايح عمليه للاهل ممكن نديها لهم. يعني مثلا لو ايه اكتر الغلطات اللي الاهالي بيعملوها في تربيه ولادهم من غير ما ياخدوا بالهم مثلا؟ اكبر غلطه ولي الامر هو بيربي ابنه ان هو عايز ابنه او بنته نسخه منه، فعايز يطلعه مهندس زيه، دكتور زيه، عشان يعجبه، عشان المقارنات، عشان الاهل، عشان الكلام ده. عايز تربي ابنك صح، خليه يبقى نفسه، ما تخليهوش يبقى حاجه انت مفصلها عليه. طب ايه اكتر أو مثلا ايه اول خطوه، او مثلا لو شخص بيحس مثلا بضغط او مثلا حاسس ان هو عنده بوادر اكتئاب مثلا، ايه اول خطوه المفروض يعملها؟ تغيير الايقاع اليومي والروتين اللي هو بيمر بيه. كل يوم على البني ادم حط لنفسك قاعده، في قاعده بتقول 1 hour 1 day equal life، يعني ساعه واحده في اليوم بتساوي حياه. يعني انت على مدار ال 24 ساعه ادي لنفسك في اليوم ساعه واحده، الساعه دي بتاعتك. اسمع مزيكا، اتمشى، افرح، تنطط، افصل نفسك فيها، هتخليك تتنقل لليوم التاني وانت الرياضه افضل ليها حاجه. دور مهم في الموضوع. الرياضه طبعا. طب ازاي الاهالي يقدروا يحافظوا على علاقتهم تكون كويسه جدا باولادهم، ويخليهم مثلا يعني اطفال او اشخاص مثلا سويين مثلا بدون مثلا مشاكل، حتى لو كانت حياتهم كويسه يعني؟ اول حاجه الاحتواء، ان مهما كانت المشاكل اللي الولاد بيعملوها لازم نتعامل معاها بالراحه. 2 الاحترام، ان حتى لو ابنك غلطان ما تهينوش. 3 الحلول، غالبيه المشاكل اللي اولياء الامور بيقع فيها مع اولادهم ان هو لما بيقع في مشكله بيوجه طاقته كلها ان هو يأنب الولد ده او يعمل له مشكله. لكن دور ولي الامر انه يطرح قدام عينين ابنه حلول لمشاكله دي، والولد او البنت هو اللي يختار عشان يتعلم يواجه مشاكله. طب لو في شخص مثلا بيشوفنا دلوقتي وهو حاسس انه تايه، مش قادر، مش عارف يطلب المساعده، حضرتك تنصحه بايه؟ انصحه بحاجه واحده، انه المرض النفسي ما عادش في الوقت اللي احنا فيه حاجه عيب او تهين صاحبه، لكن الفكره ان انت لو سكت على العرض النفسي اللي عندك وما تعاملتش معاه، هيتطور من ازمه نفسيه لمرض نفسي سهل لمرض نفسي صعب، تتحول لمرض عقلي، وهترجع تلوم نفسك ان انت الموضوع بالنسبه لك كان ممكن لو اتخذت فيه السبل النفسيه السهله مع اخصائي شاطر، هترجع بشكل طبيعي. في نهايه الفيديو بتاعنا، دكتور احمد شايف ان المجتمع محتاج يعمل ايه عشان يتقبل فكره الصحه النفسيه زيها زي الصحه الجسديه؟ تغيير الثقافه لفكره ان المرض النفسي هو مرض عقلي. خد بالك ان مع الضغوط دي المرض النفسي بقى حاجه اساسيه قريبه من البني ادم. عمر ما البني ادم اللي كان عنده اي مرض نفسي دي حاجه تعيبه. لو هنشوف حضرتك بعد 5 سنين ان شاء الله، يعني ايه الاهداف اللي نفسك تكون حققتها ساعتها؟ اتمنى ان انا اكون استمريت في رسالتي في ان احنا نقوي الناس انها تقدر تواجه مشاكلها اليوميه، وفي نفس الوقت نبدا ندي للناس حلول ان هي اللي تبقى صاحبه القرار في حياتها. تمام. في النهايه حضرتك حابب توجه ايه للناس اللي بتسمعنا؟ عايز اقول لكم انه الحياه قرار، الاولويات قرار. حياتك ممكن تخلص في لحظه، عيش حياتك وانبسط وخد قراراتك وحدد اولوياتك وما تشغلش دماغك بكلام الناس. شكرا جدا لحضرتك، وشكرا لحضرتك استمعنا. شكرا. اهلا